اليوم شرفنا وشرف إربد دولة الرئيس وفريقه الوزاري، ودولته زار بلدة منطقة مرو ضمن بلدية إربد الكبرى ووسط المدينة وعدة مواقع. يعني جولته طويلة كانت مبكرة في مدينة إربد، وافتتح مدرسة ثانوية في مرو، وانتقلنا إلى الموقع. هنا استمعنا لأصحاب المعالي ودولته فيما تم تنفيذه من مشاريع، واستمعنا لحديث المجتمع المحلي والمطالب التي قدمت له. يعني واحنا بكفينا فخر انه دولته اشاد بنظافه مدينه اربد، وكانت هاي اشاده بناء على الجوله الصباحيه اللي نفذها دولته. طيب اليوم عطوفتك المطالب اللي طالبها ابناء المنطقه ايش كانت؟ أولا كان في بيحكوا عن الشارع الدائري، وهذا الشيء مهم. شارع المزارع اللي بربط بني كنانة في إربد على الشارع الدائري، موضوع وسط المدينة والاستهماء، ربطه مع بلدة بيت راس. يعني هذه كانت من أهم ربط مستشفى الأميرة بسمة. وعد رئيس الوزراء أنه هذا راح يتنفذ، ربط مستشفى الأميرة بسمة في شارع المية، في شارع كايد المفلح العبيدات للمغير. هاي راح يتم تنفيذه بدعم من الحكومة مباشرة. وسط مدينة إربد اطلع دولته على المخططات التي تعد من جامعة اليرموك وفريق من بلدية إربد، وهو داعم لهذا المشروع. واحنا قاعدين بننفذ الأرض، من ضبط الأرض في المشاغل والأبنية الآية للسقوط على هذا التل، قاعدين بنزيل فيها. وفي مفاوضات بيننا وبين الأمن العام اللي يعني أعطيناهم أرض بديلة يتم بناء لمديرية الأمن العام، وإضافة الموقع للحديقة اللي على تل إربد اللي تبلغ مساحتها 34 دلم.